بدها تنغسل عليها. شغلة بدها هاي 10 زلمة بدها بدبوا إذا الآذان، بتنحط بده 10 بالبحر زلمة يشيلوا. قالوا طيب. الله المستعان. فات على زي البيت، تبعك اجت طيب، هالمرة قال جابت له له بدك طشت تطلع هاي المي. المرة اللي عندك بدي أتجوزها. طلع يا المرة ملك وبعطيك بدالها 3 نسوان عندي، بطلع لك 3 نسوان بجوزك رجلهم اياهم بظهره وعلى البحر. قال لها النقاء ما له حل. تفضلي. يعطيك العافية. اللي حامل ولما بتولد في شيوخة فسروا لنا إياها. نحن بنعرف من زمان إني بس انولدت الحامل كل ذنوباتها بتنغسل. في شيوخ عم بيقولوا لا. انت ايش رأيك بهالسؤال هيك عم فسروا لا؟ هلا بدك رأيي ولا رأي الشرع؟ الشرع لك شلون؟ هلا رأي الشرع يعني إذا الوحدة كانت مقطعة موصلة أو ما بتعترف بوجود رب العالمين، أنهي ذنوب بدها تنغسل عليها؟ هاي بدها إذا بتنحط بالبحر الأبيض المتوسط بتنجسه، فأي ذنوب بدها تنغسل لها؟ أنا قلت لهم هلا والله قلت لهم يعني إذا ما بتصلي ولا شيء، يعني أهم شيء واحد الصلاة والقرآن، يعني ما بعرف. يقول هلا سمعانين هذا هن من هلا. هذا من أساطير العوام التي ما أنزل الله بها من سلطان. بفأسوا شغلات، كل شغلة بدها 10 زلمة بدبوا الآذان، بده 10 زلمة يشيلوا. الله المستعان. آمين يا رب. يعطيك نسأل الله العافية. العافية. أهلا وسهلا. إيه. ما عندك منام؟ لا عندي. أنا شفت تفضلي. امبارحة بنومي عم بقص أظافيري. يعطيك العافية. إيش شو اللي قص الأظافير بالمنام؟ أصل الأظافير بالمنام. أمم. هلا سؤال بدون زعل وبدون إحراج، أنت نقاءة؟ يعني واحد إذا شاف العوجة إلا دينق. هاي هي معناتها ديري بالك مشان ما يستناولك شي نطحة يزتك بالبحر. النقاء على البحر، لأنه يعطيك خاص العافية إذا جوزك أصلع مثلي ترى نطحته غير شكل يعني. هذا في واحد فلاح، أحكي لكم قصة بس مشان تضحكوا. زلمة فلاح متجوز وكل يوم يطلع يضرب خط فلاحة ويرجع على البيت، ويضرب موال ويرجع لبيته. فمرة طلع الملك هو والوزير تبعه، طلعوا جولة، فقال له تعال نشوف هذا الله يرحمك يا عمي. الله يرحمك يا أبي. وينه الملا سمعنا؟ فطلعوا جولة شافوا هذا الفلاح. قال له العمى أنا ملك طويل عريض وصرت جاي 4 5 مرات لعند هالفلاح وما بلاقي غير مروق. بدي شوف شو سر هالرواية اللي معه. خدني على بيتك. أخذوا على بيته، ما أنا عرفانه. قال له طيب. فات على البيت، إجت هالمرة جابت له طشت هالمي، غسلت له رجليه. أهلا وسهلا بأبو العيلة، يا ميت هلا. عملت له الأكل هالشرب، هلا بالضيف، يا ميت هلا تفضلوا. قعدوا هدول. إيه أنا ملك ما بيساووا معي هيك. وهداك الملك 3 نسوان متجوز. قال له أنا ملك ما عم يساووا معي هيك. قال له وقف عندك. شو؟ قال له أنا الملك. يا ميت أهلا وسهلا. قال له هذا الوزير تبعي. طيب. قال له بدك تطلق هاي المرة اللي عندك، بدي أتجوزها. يا ملك يا عيني يا روحي، غير بدل. قال له ما في. يا ابن الحلال. قال له ما في. طلع المرة وبعطيك بدالها 3 نسوان عندي. بطلع لك 3 نسوان بجوزك اياهم 3 على حسابي. غير بدل. قال له ما في. قال له طيب بس عندي شرط واحد. قال له تفضل. قال له بتجوزهم ال3 سوا وبتطلعنا بسفينة وبتفلتنا بالبحر. قال له لك ذلك. طلع هذا تجوز 3 نسوان بليلة واحدة معلم. وفلتهم بهالبحر. اجى لعند أول وحدة. قال لا احكي لي الدغري، ليش طلعك جوزك؟ قالت له ملك والزلمة ماله فاضيني، بضل رايح جاي رايح جاي، وأنا بنت صبية وحلوة وكذا وكذا، يعني إلي متطلبات عاطفية جوانب كذا وكذا. الله صفي على جنب، أنت بلتقالك حل. جاب الثانية.
أنت ليش بدي طلعك الملك؟ قالت له طيب ملك وطويل عريض فرنك ما عم يعطيني أصرف على حالي، إيش قده بخيل كحتة هيك. الله صفي على جنب، بالتالك حل. إجت الثالثة، قال لها أنت ليش طلعك الملك؟ قالت له أنا نقاقة. بضل بنق وبسق بنق وبسق بنق وبسق، حط رجله بظهره وعلى البحر. قال لها النقاق ما له حل، على البحر يا بو.